السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. خلاص أيام قليلة وعيد الأضحى بإذن الله قادم بإذن الله، يا رب بالخير واليمن والبركات ويجعله سعيد عليكم يا رب. أنا إن شاء الله نعمل إيه بقى؟ الطحال. بصوا، ده شكل الطحال، شايفينه عامل ازاي؟ اللي هيعرف يشيل القشره ديت، يعني الجلد ده يعرف، واللي ما يعرفش يسيبها ايه بعد الغلوه دي. هنغليها غلوتين وهنرمي ميتها. شايفين؟ يا رب يكون الفيديو واضح. ده شكل الطحال. طبعا هو شكله شايفينه كبير ازاي، هو بيجي كده ايه على بعض، لكن طبعا ايه انا عايزه ايه الميه كله ايه توصل لكله. يعني اللي يعرف يشيل الجلد يستحسن يا جماعه، عشان ايه؟ الطحال ده عباره عن دم، فايه احنا مش عايزين ايه لو اتفتح منكم خلاص ما بقاش فيه طحال، ده دم، يعني هو عباره عن دم. هغليه غلوتين وهرمي الميه وهنيجي بقى ايه على طريق على السلق. يعني احنا دلوقتي اول مرحله من ايه، مش من السلق، احنا كده بايه بنشيل اي زفاره. احنا غسلناه بدقيق وملح وخل ونعكناه كويس ونقعناه وفي الاخر دلوقتي احنا ايه خلاص هشيله بقى يغلي بس غلوتين، وبعد الغلوه دي او غلوه واحده وبعد كده ايه هرمي الميه دي. بس هرمي الميه وهاجي بقى اوريكم ايه وانا بشيل الجلده منه. يعني دي طريقه سهله انك تشيلي الجلده كده، لكن هتجربي بقى وتشيلي الجلده وهو ني خالص، يعني من غير الديت هتبصي تلاقيك برضو ممكن تخرميه. احسن حاجه ايه، استني لما يغلي غلوتين. خلاص هو هيغلي غلوتين كده، بس اغطي عليه كده عشان ايه ننجز يعني. خلاص هيغلي. اول غلوتين كده انا معاكم اهو، ما قطعتش الفيديو. وهرمي ايه، هشيله وارمي الميه اهو. خلاص شايفين اهو ابتدى يغلي اهو. انا بنزل اللي ايه مش باين، عشان طبعا ما عنديش حله تاخد طول ده. لو ان هو ايه خلاص انكمش كش، هتشوفوا اللي كان طويل ده بقى قد ايه. بحاول ان انا ايه انزل الاطراف دي كلها عشان ايه بس خلاص. بس كده عشان ما اطولش الفيديو كمان عليكم. خلاص انا بقى هشيل الطحال اهو. خد الغلوتين اهوت، والريم طبعا دوت مش ده كله هيترمي. المرحله بقى بتاعت السلق هتبقى طبعا ايه ما فيهاش اي ريحه الزفاره خلاص. بس هشيل بقى الطحال. شايفين غلي بقى خلاص، غلوتين. الميه دي ايه خلاص، احاول ان انا ايه بس هنرمي الميه دي بقى وهنيجي ايه على السلق. شايفين كش ازاي، شايفينه كش ازاي. بس هنيجي بقى على السلق، هرمي الميه وهجي لكم بقى ايه نحط ميه نظيفه وعلى السلق. دلوقتي ايه حطينا الميه اهيت وسبت ده هدي شويه. وعايزه اقول لكم دي جلده لازم تتشال. بصوا بحرص خالص لازم تتخلي اهي. انا ايه كنت بخلي فيها، عايزه اوريكم بس ايه. بصوا اهي، شايفين اهي لازم ايه تتخلي كده اهي. شايفين؟ بس عشان ايديا بس وجعاني معلش اهي. بس هي ايه يعني هي مش صعبه، هي سهله، بس تخلي بالكم وانتوا بتخلوها اهي. شايفين اهي بتطلع اهي شايفين بتطلع هي بسهوله اهي. خلي بالكم عشان ما تقطعوش ايه الطحال اهي. شايفين اهي، شلتها معاكم اهي اهي. خلاص وبرده ديت اهيت. خلاص
شايفين؟ ولسه هيكش تاني اهو. شوفوا كانوا طويل ازاي بقى اهو. الميه بقى على النار. حطينا ميه طبعا تاني دلقنا الاولانيه. هنحط ايه؟ الطحال. بسم الله الرحمن الرحيم. تملي سموا يا حبايب. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزله كده. خلاص كده نشيل دي بقى. نحط بقى ايه؟ البوتي جرنيه. جزر، بصل، التوابل بتاعتنا بقى، جنزبيل، توابل البهارات 7، فلفل اسمر، ايه، ملح. لا ملح لا معلش، ما انا مش هحط الملح دلوقتي. جنزبيل وايه وبهارات 7 وفلفل اسمر. ماشي، بهارات 7 او بهارات لحم. بس كده. وهسيبها طبعا ايه بقى. الملح مش هحطه دلوقتي. هقول لكم بقى في مرحله التسويه ازاي احنا بنعرف. خلاص احنا نيجي بقى ايه واحنا بنقطعه. هو مش هياخد سوا، يعني هعمل ايه؟ هغرز ايدي كده، لو ايدي دخلت شويه يبقى استوى، رجعت تاني يبقى لسه، وياخدش سوا. خلاص اقفل عليه بقى. ونيجي بقى ايه في مرحله واحنا بنقطعه بقى وايه وهنشوح بس كده. ما فيهوش حاجه. عايزه اقول لكم حاجه، لو في ريم معلش نسيت اقول لكم، انا حاطه حبهان. لو في ريم كده تشيلوه. طبعا حبان هنزله تاني اهو. بصوا الريم ده يتشال، لازم الريم ده يتشال عشان ده بيعمل زفاره جامده في الحاجه اهو. طبعا الحبان اللي طلع ده انا هنزله تاني بس بقى بعد ما اشطف الريم اهو. شايفين؟ الريم ده لازم يتشال عشان ايه؟ ما يعملش زفاره. احنا مش عايزين فيها اي زفاره. بس كده. هرجع الحبان كده. دلوقتي خلاص انا اتسلقت وشطفتها. هنبتدي بقى نقطعها بقى ايه الشرايح اللي انت عايزه تقطعيها قطعيها. انا هقطعها شرايح رفيعه خالص. بصوا هقطعها كده شرايح ايه رفيعه كده. هبتدي بقى اقطعها كلها كده شرايح رفيعه. شايفين كده؟ ولو عايزه ما تقطعهاش كلها وتفرزي الباقي براحتك اهي. شايفين؟ عايزه اوريكم بس طراوتها من جوه. شايفين طريه ازاي وحلوه جميله ازاي من جوه. طبعا احنا شلنا الجلده، لو فيها حته جلده ما اتشالتش كده ممكن تشيليها. شايفين الطراوه بتاعتها اهي. بس هتقطع بقى كلها كده ايه، او انت عايزه تقطعي مثلا حبه تشوحيهم وحبه تشيليهم، لان طبعا بتبقي عامله معاهم حاجات تانية فشه. وانا عامله كده طبعا، بس انا عشان صورت معاكم الفشه والحاجات التانية الكبده والحاجات دي، ما عملتهاش تاني. فعملت الطحال لان انا ما عملتش الطحال في الكوريه. فانا بقى ايه هشوح، مش هعملها كلها يعني. يعني كده بس كفايه معاكم. وهشوح بقى دول وايه ودي برضه عشان ديت الحله طبعا ما كانتش مضيه. بس هقطع دي واسيب بقى الباقي ديت ايه هشيلها، مش هعملها كلها. واجي بقى ايه وانا بشوح. بس بصوا هي استوت اهي. انا اقول لكم بس ايه خطوه. هي قعدت ساعه الا ربع. بصوا انا هوريكم ازاي. انا لسه مطلعاهم من النار. هطفي عليها خلاص اهو. طفيت. بصوا احط صباعي كده اهو. بقرب الكاميرا بس اهو. ان غرزت زي ما هي غرزت كده وما طلعتش يبقى هي استوت. وهي بالتقريب قعدت ساعه الا ربع. بس خلاص كده السوا بتاعها. دلوقتي حطيت الطاسه على البوتاجاز ايه، واحط فيها ايه حتتين دي. الطاسه سخنت اهي. حط بقى ايه شويه ليا دهن. هو ايه بيطعم، احط شويه زيت بس كده. ماشي. نقلبهم بس كده يعني اديهم تطعيم. يعني الليا جميله والدهن حاجات اي حاجه كويس كده. بس اعمل ايه بقى؟ خلاص انا كده احط اشوح بقى.
الفلفل الاسمر، وطي النار بس. انا مش عايزاهم يتحمروا، انا بشوح بس. احط الفلفل، شوح بس. احط البصل، وحاطه فلفل احمر وايه وابيض. انا عايزه احط سبايسي، بحب السبايسي خالص. ايه ودي ايه بصله. خلاص هي كده ايه اتشوحت. شايفين؟ اسهل من كده ولا اسهل من كده؟ بس حطي عليها بقى ونيجي على الشكل النهائي. ده الشكل النهائي للطحال، وقد ايه هو جوسي وجميل. بصوا يعني انتوا ما تحاولوش وانتوا هو ما بحمروش، انا بشوحه بس. شايفين لونه جميل ازاي؟ شايفين قد ايه؟ بصراحة يعني ريحته يعني قلب الشعب. انا عجبكم الفيديو، لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.